دي اهم حاجه، ده اللي عشانه ممكن نرجع بجد يا جدعان. يعني هو ده اللي احنا فعلا مستنيين. ايه اللي ممكن يخليني انا ارجع العب سولو ليفلنج، وممكن كمان يخليك انت كمان ترجع تلعبها. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. انا مش مصدق ان الابديت ده يعني هينزل، او اخيرا هينزل. يعني انا كنت بالصدفه كده يعني عمال بتابع الاخبار بتاعت سولو ليفلنج، وشد انتباهي حاجه لطيفه جدا، ان في كواب مود اخيرا هينزل في ميشن. يعني هو في ستوري لاين اسمها اركتيك، ده اللي هو البوس الجديد. الستوري ميشن او الستوري لاين ده هيخلينا ان احنا نقدر نلعب مع واحد كمان، فدي حاجه جامده جدا. يعني ان احنا نقدر ان احنا نلعب مع حد، دي حاجه الصراحه انا ما توقعتش ان هم يعملوها. احنا كان جالنا مود زي كده، يعني كان بيحاولوا ان هم يعملوا كواب مود في اللي هو الان كينج، بس الفكره كلها ان يعني ما كانش انت لاعب وهو لاعب، يعني كان الاتش بي بتاعكو يعني يعتبر واحد. بس هنا اخيرا هيبقى كانه شخصيه تانية خالص، يعني انت شخصيه وهو شخصيه. اللي احنا شايفينه هنا ان الجرافيكس الصراحه بقت احسن بكتير من الاول. انا حاسس ان شويه يعني الدنيا اختلفت، يعني البادجت اللي هم بقوا حاطينها الانيميشن بقت اعلى سيكا. هي اهم حاجه ان هم يصلحوا بس العيوب اللي هي يعني معظم اللاعبين بيعانوا منها، وهي حته الكونتنت الصراحه. يعني المشكله ان الفتره اللي انت ممكن تقعدها عشان ينزل محتوى جديد بتبقى فتره طويله. دي اهم حاجه بقى، دي اهم حاجه، ده اللي عشانه ممكن نرجع بجد يا جدعان. يعني هو ده اللي احنا فعلا مستنيينه، ان يبقى فيه كواب حقيقي. يعني ان انا ابقى قادر ان انا فعلا العب ومعايا حد تاني. هما دلوقتي بيتكلموا ان هو واحد بس اللي هيبقى متواجد، يعني مش كذا هانتر. بس حتى لو واحد بس يعني مفيش مشكله، يعني احسن بكتير من ان هو يبقى اصلا ما عندناش كواب مود. لا شكله جامد بجد، شكله حلو جدا. بس يا رب يبقى كده، يعني يا رب يبقى كده وما يطلعش مثلا حاجه تانية. في الاول هينزل المود ده في ميشن ولا اتنين، بس مع الوقت هيقعدوا يطوروا فيه. حتى هم هنا بيتسالوا بيقولوا هل عندنا اصلا بلانز ان احنا نعمل مالتي بلاير كونتنت. وعندنا هنا بيتكلموا ان الدروب ريت بتاع اللي هي السيتس الثمانيه اللي هم سواء الكيرسد او ايا كان، الدروب ريت بتاعها هيزيد. يعني انت عندك السيتس اللي هي البيرنينج كيرس، الجريد والبليسنج والكيوتيك انفيمي والديزاير وويش، اللي هم السيتس الجديده. فانت عندك كل دول الدروب ريت بتاعها اصلا هيزيد، يعني هتبقى قادر ان انت تقع لك بشكل ازيد دلوقتي. وطبعا ده الستوري اكسبانشن، ده التطور الجديد اللي هيبقى في الستوري، وده هينزل 31/7. هو ستيل برضو مش بعيد. وعندنا انكور ميشن جديده ببص جديد. انا شايف ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يعني يظبطوا اللعبه، بغض النظر كمان ان اوفر درايف يعني هتنزل. ويعني نت ماربل برضو قلقانه من ان هي يقع منها سولو ليفلنج، لان هم كمان عندهم 7 ديدلي سينز، فيبقى عندهم 7 ديدلي سينز وهيبقى عندهم لعبه جديده، فدي هتبقى مشكله. بس انا عامه عاجبني النظام اللي هم ماشيين بيه، نظام ان يعني حته ان هم يضيفوا اصلا كواب او انت تبقى قادر تلعب مع حد، دي فكره حلوه جدا. عندنا هنا من ضمن الاسئله برضو اللي انا وقفت عندها عجبتني، ان هو حد بيسال بيقول ارتفاكتس فارمنج صعب جدا. فهم بيردوا بيقولوا احنا فعلا لاحظنا ان ان الفارم بتاع الارتفاكتس او ان انت تجمع ارتفاكت صعب، بالذات كمان كل لما بيزيد الرقم. يعني انت مثلا ليتس سي انت عندك 4 سيتس، فانت عايز تجمع سيت واحده من الاربعه سيتس دول، بس كل لما هو يحط لك سيتس تانية، يعني يحط لك يعني اكويبمنت تانية، فاحتماليه ان انت يقع لك واحد من الاربعه عماله بتزيد. واحد من الاربعه سهل، انما واحد من الخمسه، واحد من السته، واحد من السبعه، فالموضوع بيبقى صعب كل ما انت بتحط ارتفاكتس تانية. فهم بيقولوا هنا من بدايه من جولاي اللي هو شهر 7 لمده 4 اسابيع الدروب ريت بتاع البيرنينج سيريس والكيوتيك سيريس هيزيد. يعني اي بيرنينج واي كيوتيك هيزيد بنسبه 1.5%، هو هيتضرب في 1.5 من الاخر، يعني هيزيد بنسبه 50%. ولو لقينا انه احنا محتاجين او اللاعبين محتاجين اللي هي الجير بتاعه الدمج اللي هي بتعمل بيها ضرر اكتر، هنعمل ايفنت مخصص للبيرنينج كيرس او الكيوتيك انفيمي. طب كويس، دي حاجه كويسه جدا. السيميليشن جيتس الريوردز بتاعتها بقت قليله جدا. برضه هم بيتكلموا بيقولوا ان احنا اتفقنا ان الريوردز او اللي هي الحاجات اللي بتطلع لك من السيميليشن جيت مش كفايه، وهنزودها بناء على ذلك. واحنا يعني عايزين ان احنا نطور السيميليشن جيت مع الستوري، وبرضه بنهايه شهر 7. ودي برضه شدت انتباهي قوي ان هيتم اضافه مود اسمه اكسبرت مود، وبس ده هيبقى لحد شابتر 11 بس. يعني انت هيبقى عندك نورمال ادفانسد او نورمال هارد وبعدين اكسبرت مود. طبعا هيبقى مود اصعب بكتير، واتوقع ان هو هيدي حاجات احسن يعني 100 مره. يعني انت بص هنا عندك هتلاقي مكتوب في الايفنت كده نورمال هارد اكسبرت، بس هيبقى الاكسبرت ده زي ما قلنا لحد شابتر 11. طب ده كويس في ايه؟ كويس في ان انت تقدر تجيب سحابات اكتر بكتير. كل ما يبقى فيه ستوري اكتر، كل ما يبقى فيه سحابات انت ممكن تجيبها اكتر. يعني انت حتى بص هنا قايل لك ان انت تقدر تجمع لحد 35,000 اسنس ستون، دي حاجه كويسه جدا، يعني سحابات اكتر، فمين مش عايز كده؟ حاجه تانية من الحاجات اللي انا كنت فعلا برضو مستنيها هي حته الارتفاكت ان equipped كوست. الصراحه يعني موضوع سخيف وملوش اي 60 لازمه ان انا اقعد احط ارتفاكت ولما اشيلها ادفع فلوس. فيعني كويس ان الموضوع ده خلص.
كانت حركه دنيئه منهم ان هو يخليك ان انت يعني تبقى عايز تشحن عشان الجول. فالموضوع ده يعني اخيرا اتحل. الارتفاكتس دلوقتي الانيكوت كوست بتاعها يبقى صفر، فانت مش هتدفع حاجه لما تشيل ارتفاكت من على اي كاركتر. بيقول لك واحنا بنعتذر من دلوقتي الارتفاكتس unequipped cost will be removed regardless of enhancement level. يعني مش تفرق بقى الليفل بتاعها عالي واطي، هيتشال من الاخر يعني. وفي الايديال كولاب ده ايفنت يعني هيحصل، يعني اللي هو شراكه ما بين سولو ليفلنج وما بين ناس تانيين، اللي هو ميو والشيوا. دول هيبقوا هانترز، اللي هما الاتنين دول. يعني برضو اكتب لي تحت في الكومنت ايه الاتنين دول، يعني دول بوب ستارز، دول مغنيين، دول المفروض ايه يعني، جايين من لعبه تانية. واحده منهم هتبقى ووتر اليمنت دي بي اس ديزايند اراوند بيبي وولف، ماشي. والتانية هتبقى لايتنينج، يبقى واحده من الاخر ووتر دي بي اس وواحده لايتنينج دي بي اس. الاثنين هيبقوا دي بي اس. مش هيبقى، انا عن نفسي انا ما بحبش اي حاجه بتخرج عن القصه، يعني بحس ان الموضوع مش لطيف. يعني لما انت تخرجني عن القصه مثلا وتعمل لي كولاب مع ايديالز او يعني ايا كان البوب ستورز او المغنيين دول، يعني انا عن نفسي ما بحبش الكلام ده. ممكن تكون بتحبها يعني، برضو اتس اب تو يو. يعني دي معظم الحاجات اللي الابديتس نزلت عشانها. طيب خلينا نتكلم برضو على لينارد. ناس كتير كانت قلقان ان هي تسحب على لينارد، بس لينارد يا جدعان شخصيه قويه جدا، بالذات في الويند اليمنت. فلو انت لسه ما سحبتش لينارد، على الاقل هات منه نسخه واحده. الشخصيه دي كويسه جدا. والباتل فيلد اوف ترايلز، مش كل الناس هتعرف تعمل يعني الباتل فيلدز اوف ترايلز. يعني لو انت اوريدي مخلص او واصل ليفل 100 110 هتبقى بالنسبه لك ايزي جدا، يعني الموضوع مش هيبقى صعب. بس الفكره ان انت بتعملها عشان هي بتدي يعني حاجات كتيره بتبقى كويسه، بتساعدك عامه في ان انت تقوي الاكونت بتاعك. لو انت مثلا حاسس ان انت في حاجه مش عارف تعديها، باتل فيلدز اوف ترايلز على طول تظبط معاك الدنيا دي. وفي النهايه يا جدعان ما تنسوش ان احنا من شركاء نت ماربل، يعني احنا معانا اكواد. الاكواد دي بتدي حاجات زي جولد زياده، اسنس ستونز زياده. فكل اللي عليك تعمله عشان تاخد الاكواد دي هي ان انت تكون عامل لي سبورت، واللينك بتاع السبورت ده هكون حاطه في الديسكربشن. وبس كده. اكتب لي ايه رايك في السولو ليفلنج، وهل الابديتس الجديده دي فعلا هتخلي الناس ترجع تلعب ولا لا. شكرا للمتابعه واشوفكم في فيديو تاني.